السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واقتراحي لكم اليوم غيكون عبارة عن طارت كلاسي حلوة بكريمة. تقدموها في أعياد الميلاد، في حفلات الضيوف، خصوصا الناس اللي كيقدموا طلبيات غادي تعجب الكليان ديالكم. بالنسبة للمبتدئات غادي نقدمها لكم بطريقة مبسطة مع شرح بالتفصيل. العبار بالكأس العنبة غادي يكون وكذلك بالغرامات مع كلاصاج اللي هو سهل. وعلى بركة الله غادي نبدا معكم بالنسبة للطبقة الأولى اللي هي الطبقة معلكة اللي غادي نستعمل كقاعدة في هذه الحلوة. عندي هنايا 65 غرام ديال الزبدة تكون من أصل حيواني باش تعطيكم لذة لهاد الحلوة هذه. غادي ندوبها حتى غادي نحصل عليها على شكل نوازيط، ومن بعد ما غادي ندوبها غادي نستعملها وهي دافية. عندي هنايا اول حاجه غادي ناخذ كيف كتشوفوا بالعبار بالقياس الكاس العنبه. بالنسبه للغرام عندي 20 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، وكيف شفتوا بالعبار ديال كاس العنبه 4 كاس كيف ما كيبان لكم موضح في الفيديو. انا هنا تقلته غير باش تشوفوه بكل وضوح. عندي هنايا 30 غرام ديال اللوز اللي طحنته بالقشر ديالو، كطحنوه حتى كيرجع على شكل غبره. وبالنسبه لقياس العنبه كيف كتشوفوا يعني كيف قلت لكم انا نقلت الفيديو باش تشوفوه يعني بكل وضوح. عندي هنايا بالنسبه للسكر كلاصي عندي 65 غرام ديال السكر كلاصي، وكيف كتشوفوا بالعبار بكاس العنبه كيف هذا هو القياس بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو، من الاحسن يكون من نوعيه جيده باش كيعطي مذاق اللي هو كيكون غني وزوين. رشه ملح دائما لتصحيح الذوق، وغادي نخلط هنايا الكل جيدا البنات حتى كتندمج داك المكونات. هنا الزبده من بعد ما كندوبها كيف قلت لكم كترجع نوازيط، كنعملها هنايا في الكاس باش تشوفوا. بالنسبه للعبار بالكاس العنبه وكنستعملها وهي دافيه ماشي سخونه، يعني كتخليوها حتى كتدفى عاد كتستعملوها. داكشي علاش سبقتها في الاول ديال الفيديو. بالنسبه للبيض البيض هنا غادي تعبروا بالكاس العنبه كيف كتشوفوا. هذا هو العبار بالكاس العنبه، ما كيكونش نص وما كيكونش ربع. بالنسبه للغرام عندي 50 غرام بالنسبه للناس اللي كيتوفروا على الميزان. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الميزان هنا راه كتشوفوا الحد كنوريكم بالقياس الكاس العنبه. تقريبا 2 بيض البيض، ولكن كيختلف البيض على كل واحد على كل بيض وحجم ديالو. داكشي علاش عطيتكم بالقياس بكاس العنبه. غادي نخلط هنايا الكل جيدا حتى كنحصل على واحد المزيج كيجي معلك. هاد القاعده هذه استعملوها وغادي تعتمدوها دائما في الحلويات ديالكم، كتجي معلكه وكتجي لذيذه، ما كتحتاجش منا اننا نسقيوها. كتجي رائعه ولذيذه بزاف. هنا غادي نستعملها في واحد الاطار اللي درت لتحت في الاسفل ديالو، يعني بابي كويسون. وبالنسبه للسم كيبقى على حسب الرغبه. بغيتوها يعني غليظه، يعني تجيكم داك الطبقه غليظه، غادي تضيقوا بزاف هذيك الدائره. انا هنا استعملت القطر ديال الدائره 16 سنتيم. بالنسبه للفران هنايا الفران كيكون بارد حتى كندخل الحلوه عاد كنشعل ليها، كنخليها غير واحد المده تقريبا كتاخذ لنا مده قليله. المهم ان هاد الحلوه هادي راه ما كتنشفش، يعني كتبقى معلكه. واخا كتبقى في الفران كتبقى معلكه. كتدخلوا واحد العويد ملي كيخرج لكم هكا نقي ما فيهش العجينه، عرفوا بانها راها يعني طابت. وفي نفس الوقت ما تخليوهاش يعني حتى كتقرمل. كيف قلت لكم راه كتاخذ مده قليله، يعني تقريبا ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب كل فرن. هنا بالنسبه للطبقه المقرمشه عندي 50 غرام ديال الشكلاط بالحليب، راه متوجد عند البقاله. كيف ما ممكن تستعملوا يعني هذه ماروخه. 50 غرام ديال الشكلاط بالحليب. غادي نضيف معاه معلقه كبيره ديال الزيت النباتي. الشكلاط بالحليب راه تمشيو عند الملحن تقولوا عطينا الشكلاط بالحليب غادي يعطيه لكم. كيف قلت لكم ممكن تستعملوا ماروخه حتى يبدورها كتجي لذيذه. غادي ندوبهم على حمام مائي حتى غادي نحصل عليهم يعني سائلين، يعني حتى كيذوب الشكلاط. بالنسبه عفوا البخاليني غادي نضيف معلقه كبيره تكون عامره. بالنسبه للناس اللي عندهم ميزان غادي تعبروا 50 غرام ديال البخاليني. وكيف قلت لكم عمروا المعلقه مزيان وغادي تعطيكم العبار مضبوط. انا هنا راه ما عمرتهاش، داكشي علاش غنعبر معكم بالنسبه للقياس كيف غادي تشوفوا. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم ميزان كيف قلت لكم غتعبروا معلقه كبيره تكون مقوبه ديال البخاليني، المعلقه الكبيره.
بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يعني البخاليني، ولو أنه ضروري، غادي تاخدوا اللوز، كتحمروه، وراني سبق وحطيت لكم فيديو بالنسبة للبخاليني كيف ديروا تحضروه، اللي هو ضروري مع هاد الوصفة هادي. كيف ما ممكن أن تستغناو عليه إلا ما عندكمش يعني البخاليني، وما ديروش هاد الطبقة المقرمشة. بالنسبة هنا للفويتين، كيف شفتوا أنا درت كاس عنباء ديال الفويتين، ضفتو من بعد ما دفى لي الخليط، ماشي حتى كيبرد، الا برد راه غادي يقصح الشكلاط، حتى غير كيدفى. بالنسبه للعبار بالغرام، عندي 50 غرام ديال الفويتين. هنا من بعد ما جبت داك الحلوه كنخليها حتى كتبرد جيدا، يعني داك الطبقه كيف كتشوفوا راه كتجي معلكه. غادي نضيف لها داك الطبقه المقرمشه وهي مازال دافيه، يعني ماشي حتى كيبرد. نرجع ناكد عليكم، الا بردات راه غادي يعني كتبدا في البلاصه كتشد راسها، وما غادي تجيكم انها سهله باش تصوبوها. هنا واحد المساله انا هنا راه كنت نسيتها وسمحوا لي. غادي تشوفوا انا ضفت لها هنايا اللوز، كيبقى على حسب الرغبه كيف درتو. انا هنا قلت لكم راني نسيتها، انا هنا حتى درت وبسطتها على شكل طبقه، عاد تفكرت اللوز. هنا اللوز كيف قلت لكم الا استعملتوا ماروخه راه ما غاديش تحتاجوا تضيفوا لها هكذا اللوز اللي هو محمر ومقطع طريفات. الناس اللي ما عندهمش وعندهم غير الحليب بشكلاط عادي، غادي تضيفوا اللوز يعني على حسب الرغبه مع داك الخليط مباشره، وتخلطوهم كاملين مع الفويتين. انا هنا كيف قلت لكم راني نسيتو داكشي، علاش كيف كتشوفوا كنضيفو بالفوق وكنحاول نضغط عليه، ولكن راه هذيك الطبقه ديال المقرمشه دغيا كتجمد، فهمتوني؟ فانتم يخلطوه مباشره معاها باش كتجي هكا طبقه مقرمشه، يعني كتحصلوا فيها على قطع ديال الحاجه كتاكلوها. ما عندكمش ممكن تكتفي فقط بالفويتين. غادي نخليهم على جنب كتبرد جيدا هذيك الطبقه، وغادي ناخذ معكم بسطو معكم لاموس. وبالنسبه للاموس عندي هنايا معلقه كبيره ديال جيلاتين اللي يكون هكا، يا اما غبره يا اما الاوراق الجيلاتين. غادي تاخذوا 2 وراق ديال الجيلاتين بالنسبه للاوراق، وبالنسبه هكذا اللي كيكون عباره عن غبره كديروا معلقه كبيره ديال الجيلاتين. ضفت لها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الماء وكنرطبهم ونحطهم على جنب. غادي ناخذ هنا بالنسبه للكريمه، غادي ناخذ القياس، يعني اكثر من نص كاس. كيف غادي تشوفوا اكثر من نص كاس، يعني غادي تعبروا نص كاس يكون وافي، اولا نص كاس وتزيدوا له معلقه كبيره. غادي نديرو في كاسروله وغادي نديرو على نار حتى كتسخن داك الكريمه. ضروري من هذه المرحله هذه صافي. هنا من بعد ما كتسخن داك الكريمه كيف كتشوفوا راه كتطلق الفار، يعني غير كتشوفوها سخنات، غادي تضيفوا لها داك الجيلاتين من بعد ما كيكون رطاب. غادي نخلط هنايا الكل جيدا وهو مازال سخون، يعني هي مازال سخونه داك الكريمه، فضروري باش كتذوب معكم داك الجيلاتين. غادي نضيف لها هنايا وهذيك خطوه اختياريه، ممكن انكم ما تضيفولهاش، ولكن صدقوني كتعطيها زوينه، مذاق زوين في هاد الكريمه هذه. ضفت كيف كتشوفوا يعني واحد المعلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. خلطت هنايا الكل جيدا، كيف ما ممكن تستغناو عليها الا ما بغيتوش، هذه كتبقى اختياريه وعلى حسب كل واحد شنو كيفضل. غادي نخلط الكل جيدا مع داك الجيلاتين مع داك الكريمه مع داك القهوه سريعه الذوبان، وغادي ننزلها على جنب غير مجرد ما كتدفى، يعني داك الخليط هذاك. هنا خديت 2 ديال العلب ديال بيرلي اللي هو جبن كيكون طري. غادي نفرخهم، وغادي نعبر معكم بالنسبه للعبار بالكاس العنبه. بالنسبه للكريمه، بالنسبه للعبار يعني بالمليلتر غديروا 600 مليلتر، ما يعادل 3 ديال الكؤوس عنبه ديال الكريمه. هنا درت الكاس الاول والكاس الثاني والكاس الثالث البنات، ف3 ديال الكؤوس عنبه ديال الكريمه كيكونوا عامرين. الكريمه كيف شفتوا انا استعملت هلاله، كنطرب الكل جيدا يعني حتى كيتقال داك الخليط. عاد من بعد كنضيف له هذاك الخليط ديال الجيلاتين مع القهوه مع الكريمه اللي انا سخنت. وكيف شفتوا انا هنا ما درتش السكر، لان الكريمه ديال هلاله معروفه انها فيها السكر،
فهنايا غادي نخلط الكل جيدا، وضروري ان الخليط اللي غتضيفوه ديال الجيلاتين يكون دافي، ما يكونش سخون باش ما يفسدلكمش الكريمه. بعد ما كنحصل عليها بهذا القوام هذا كتكون كريميه، ما كتكونش عاوتاني سائله بزاف، تكون هكا القوام ديالها كريمي. خديت هنا كخطوه بدورها يعني اختياريه ماشي اجباريه في الوصفه هي الوصفه بحد ذاتها ماشي اجباريه. كتضيفوا الفرomboise اللي كنقطعوه هكا على شكل قطع، وكيف ما ممكن تضيفوا غير 3 ديال الحبات ديال الفرomboise كيعطي داك واحد المزيج زوين، يعني كتجي ما بين الحموضه والحلاوه والنكهه ديال القهوه. اختياري كيف قلت لكم، اللي عندكم ضيفوه، ما عندكم ما تضيفوش، تستعملوا فقط هذيك لاموس كيف ما عطيتها لكم. صافي هنايا كيف كتشوفوا داك الطبقه راها بردات ديال الطبقه المقرمشه، ضفت عليها هذاك لاموس حتى كنحصلوا هكا على طبقه. كنحاول نملس هكا الوجه ديالها جيدا، ومن بعد غادي ندخلها تقريبا واحد المده على الاقل ديال 5 ساعات حتى 6 ساعات في المجمد، او لا 3 ساعات بالنسبه للناس اللي عندهم المجمد اللي كيكون مجهد. بالنسبه هنايا للكلاصاج وكيف غادي تشوفوا، عندي هنايا كاس ونصف تقريبا ديال السكر سنيده، ما يعادل 200 غرام ديال السكر سنيده. غادي نضيف لها هنايا كيف كتشوفوا بالعبار بالكاس العنبه ديال الماء، ما يعادل 100 غرام. هنا كنوريكم هذا هو القياس ديال الكاس، هذا هو القياس بالماء. كنوريكم الصبع ديالي، ممكن تعبروا بداك يعني وتاخذوا الميزان بالنسبه للعبار ديال الكاس العنبه. هنا خديت 3 ديال الاوراق ديال الجيلاتين، غادي نرطبهم هكا في الماء اللي غادي يكون بارد، وغادي نخليهم على جنب حتى كيترطبوا بين ما وجدت هذاك السيروم. غادي نحط داك الكاسرونه على نار وغادي نخليه يطبخ واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق، غير بين ما كنحس بان داك المزيج ديال السكر سنيده والماء اندمجوا وكتعطينا واحد الخليط كيكون طالق الخيط، ماشي يعني حتى كيتقال ويرجع بحال العسل. هانتوما كيف كتشوفوا يعني واحد المده ديال انه كيرجع بحال الشكل ديال السيروم. من بعد انا نسيت الكاميرا، بقات كتصور عن قرب، وضفت له داك الوريقات ديال الجيلاتين من بعد ما كنعصروهم من الماء، كتعصروهم جيدا من الماء وعاد كتضيفوهم على داك الخليط. هنا بالنسبه للشوكولات عندي 200 غرام ديال الشوكولا يكون غيش، يعني شوكولا ابيض. هذا بالنسبه للكلاصاج البنات، هادو العبار ديال الكلاصاج. غادي نضيف عليه داك الخليط وهو مازال سخون، يعني ماشي تخليوه حتى كيدفى، كتضيفوه هو سخون لداك الشكلاط باش كيذوب داك الشكلاط، لان لو ضفتوه الخليط دافي راه ما غاديش يذوب لكم الشكلاط، فضروري تضيفوه هو سخون. يعني كي كتزولوه كتضيفوا له الجيلاتين وتخلطوه بسرعه وتضيفوه على الشكلاط. غادي نخليه هنايا حتى كيدفى داك الخليط كيف غادي تشوفوا، وحتى كنشوف ان الشكلاط داب، يعني حتى كتحصلوا عليه انه داب. ولو تشوفوا انه بقى هكا قطع راه كيكون داب، يعني ماشي هو كيبقى هكاك، يعني كيبان لكم على شكل انه بحال ما دايبش ولكن راه كيكون دايب. صافي هنا مباشره من بعد ما خليته حتى دفى وكي قلت لكم الشكلاط داب، كنضيف له هنايا طحنته عفوا، وكنضيف له هنا الكريمه كيف كتشوفوا. هذا هو القياس بالكاس العنبه، ما يعادل 100 غرام ديال الكريمه. استعملت انا هنا هولالا. غادي نرجع نطحن الكل حتى كنحصلوا على خليط كيف كتشوفوا في الفيديو، كيكون هذا هو شكل الخليط. انا بالنسبه للكلاصاج راه سبق وقدمت لكم في واحد الحلوه ديال الكريم، كانت نفس يعني تقريبا قدمتها يعني بشكل غوز. داكشي علاش هذا الكلاصاج هذا فراني سبق وحطيته معكم، داكشي علاش غادي تشوفوني خدمت بالبيض والغوز، فداكشي علاش كنحاول نذكركم. هنا بالنسبه للحلوه ديال اليوم فانا غادي نقدمها غير بالشكل الغوز، يعني ما غاديش ندير فيها هذاك البيض. هنا انا نتوما ما تفرقوهاش، انا كيف قلت لكم انا سبق وقدمتها يعني في حلقه اخرى. داكشي علاش نتوما ضيفوا لذاك الكلاصاج من بعد ما طحنوه ضيفوا له الملون غوز فقط، يعني ماشي تضيفوا له الملون بيض. هنا ضفت له الملون غوز ورجعت طحنته جيدا، يعني كطحنوه حتى كيرجع يعني سائل وما كيبقى لكمش داك الفريتينات ديال حبيبات ديال الملون. درته في يعني غطيت عليه بالبلاستيك وكنخليه ليله كامله في الثلاجه. هنا من بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه كيف كتشوفوا كيصبح راه يعني جامد، ملي كتقيسوا فيه كتلقاوه جامد. هنايا غادي تاخذوا كاسروله وغادي ديروا فيها الماء طايب، وكتكونوا جبدتوا هاد
هاد الكلاصات كتكونوا جبدتوه بالمده تقريبا ديال ساعه من الثلاجه، يعني خصوصا اللي كنتو دايرينه فواحد الانيه ديال الزاج، يعني في شي قرعه ديال الزاج، فضروري تخليه واحد مده ساعه باش ما تطرطقلكمش منين تشم ريحه السخونيه والبروديه في نفس الوقت. راكم عارفين الزاج كيف داير. صافي هنا من بعد ما كنخليه حتى كيذوب، يعني حتى كيذوب داك غير في هذاك الماء سخون فقط، كتخليو داك الكلاصاج ديالكم حتى كيذوب بالطريقه هذه، بلا ما تستعملوا حمام مائي، غير بهذه الطريقه هذه. انا هنا خليته بين ما خدمت تشغيل وهذا لقيته داب. صافي هنا من بعد ما داب وكتكون الحلوه يعني تجمدت، يعني قبطات راسها، كنكلاصيها بهذه الطريقه هذه بهذاك الكلاصاج. كيف شفتوا انا هنايا كيف قلت لكم نرجع ناكد عليكم بلا ما ديروا الملون بيض، يعني تكتفيو غير بالملون غوز، كتلونوا على حسب الرغبه ديالكم. كتكلاصيو الحلوه ديالكم، كتخويو عليه هذاك الكلاصاج دفعه واحده. وهذاك الكلاصاج راه من بعد ما كيبقى لكم فوق من داك البلاستيكه، راه ممكن تجمعوا داك البلاستيك وديروه في شي بوطه وتحتفظوا به في المجمد، كيبقى صالح المده اللي بغيتوها. صافي هنا بالنسبه للتزيين انا زينتها مع الطريفات بالبيستاج اللي هو مهرمش، ومن الفوق كذلك التزيين كيبقى اختياري. وكتكون هذه هي شكل الحلوه، كتقدموها كتجي لذيذه بزاف وكتجي اكثر من رائعه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وصدقوني الا جربتوها غادي تعجبكم وتعجب حتى الكليان ديالكم بالنسبه للناس اللي كيقدموا طلبيات. دمتم في امان الله، الى اللقاء في وصفات قادمه بحول الله يا رب.